العدو الثاني النفس. نفسك أنت اللي في جنبك عدوه لك. إن النفس لأمارة بإيش؟ بالخير ولا بالسوء؟ بالسوء. والسوء فين يوديك؟ يوديك دار السيئين، يوديك النار. أجل نفسك ما هو آمرة، لا، أمارة. معنى أمارة صيغة مبالغة. لما تقول فلان لاعب لكن تقول لعاب، فلان آكل تقول أكال، فلان يضرب لكن ضراب، يعني إيش؟ أكثر. إن النفس أمارة بالسوء. طيب ماذا أصنع مع نفسي وهي التي بين جنبي؟ أخالفها، أحميها. فأما من خاف مقام ربه ويش ونهى النفس عن الهوى. النفس كما يقول ابن القيم مثل الفرس، والإنسان مثل الخيال. الفرس إذا لقيت خيال ماهر يتحكم فيها تمشي. ليش؟ لأنها كل ما تبغى تعصعص كذا ولا فوقها رجال ضابطها، اللجام في يده ويعرف يركب. إذا وجدت الفرس خيال غشيم إيش تسوي به؟ تطيحه وترصع في بطنه وتمشي وتخليه. هذه النفس. إن كانك ضعيف هزيل، تحب الحرام، تحب الزنا، تحب الغنى، تحب الأفلام، تحب المسلسلات، تبغى تدخل في الجوال وتشوف المناظر القذرة والخبيثة وتصك عليك الباب وتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، أنت نفسك أهلكتك. إن كانك رجل كل ما قالت نفسك شيء يقول لا والله ما أغني، والله ما أكل حرام، والله ما أنظر في الحرام، والله ما أتكلم في حرام، والله ما أتأخر عن طاعة، وتجاهد تجاهد تجاهد. إيش تسوي النفس معك بعدين؟ تترك الأمر بالسوء، تستسلم وتصير نفس لوامة. هذه المرتبة الثانية. لوامة يعني تأمرك بالشر وتلوم عليه، تخليك تشوف بعدين تقول لك في الليل ليش طيب وانت ملتزم وانت متدين ليش تشوف الحرام؟ ليش تسمع طرف أغنية؟ ليش تطالع؟ ليه؟ هذه اسمها لوامة. بعدين برضك في جهاد معها ترتفع إلى مرتبة أعلى وهي المطمئنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل هذه النفس. المطمئنة هي التي اطمأنت على طاعة الله، خلاص أصبحت الطاعة بالنسبة لها عمل آلي، ما عاد يجد صعوبة أنه يجي يصلي ولا يحط ساعة عند راسه، الساعة في قلبه. شوفه راقد وقبل الفجر ربع ساعة نص ساعة إذا بدو جالس، من صحك؟ النفس المطمئنة. إذا شاف امرأة من بعيد يقول كذا بدون استعاذة. ليه؟ ما عاد عنده شيطان، الشيطان حقه قد رماه. اي نعم. يمر عليه مال حرام، من يوم يشوف الريال الحرام يرى انه ثعبان يبغى يسلب عليه دينه، لا حرام لا. هذه النفس المطمئنة تعيش على هذا الحياة ثم تنتهي مدتها ويناديها الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، كأنها كانت في رحلة عمل. ارجعي إلى ربك راضية في نفسها، مرضية من قبل مولاها وفاطرها. وين أروح؟ ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.